بعمل لايك على يوتيوب أو كمان لايك على تيك توك. ديت هي المهام بشكل مبسط جدا. فعلشان تقوم بعمل أي من المهام ديت لازم إنك تضغط على اللايك للتيك توك على سبيل المثال، وده يقودك للباقات اللي موجودة على الموقع من خلال تيك توك أو اليوتيوب. فعندك ال VIP 1 دي دخلها اليومي $1، بالنسبة لل VIP 0 دي دخلها $2، وال VIP 2 $6، وال VIP 3 $15، وال VIP 4 $32، وال VIP 5 $65، وال VIP 6 $114، وال VIP 7 $231، وال VIP 8 $352. ديت هي باقات اليوتيوب وزيها برضو باقات التيك توك. طبعا علشان احنا نقوم بعمل المهام نضغط على مهمة بالشكل ده، وهنلاقي عندنا بعض المهام اللي احنا نقدر ان احنا نعالجها: يتم المعالجة، وكمان إعادة النظر، ومنجز، وبات بالفشل. نضغط على يتم المعالجة ونضغط على إرسال. تم الإرسال بنجاح، نضغط إرسال مرة أخرى. تم الإرسال بنجاح. كده بنقوم بعمل المهام في منتهى السهولة. الموضوع سهل جدا. نضغط إرسال. تم الإرسال بنجاح. إرسال مرة أخرى. عندنا 10 مهام نقدر إن احنا نشتغلهم بشكل مجاني تماما، ونحصل من خلالهم يوميا على $2. زي ما حضرتك شايف عزيزي المشاهد، احنا بنقوم بعمل المهام في منتهى السهولة. إرسال. كده أتمينا 10 مهام، ومن خلال المبلغ ده هنروح على ملك من هنا كده هنلاقي أرباح اليوم، وطبعا هنا هتلاقي المبلغ $2 رصيدك أرباحك لليوم، وهتلاقي إحصائية بأرباح الأمس والدخل الشهر وأرباح هذا الأسبوع، وكمان إجمالي الإيرادات وأرباح الشهر الماضي. من خلال المبلغ ده نقدر إن احنا نعمل سحب من الموقع، لكن قبل كده نعدل بعض المعلومات الشخصية. فنضغط على فودافون، بيقول لك هنا يرجى تعيين كلمة مرور المحفظة. أولا نضغط الإعداد الآن، نكتب هنا كلمة سر الدخول ونضغط إرسال. لازم نركز كويس جدا، بيقول لك تعيين كلمة المرور المحفظة والتي لا يمكن تعديلها بعد الضبط. لازم ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنعمل كلمة مرور المحفظة ونقوم بيها. نضغط دلوقتي على إرسال. كده بمقدورنا اننا نضيف رقم البطاقة المصرفية الخاصة بينا وهي محفظتنا على فودافون كاش، وتكتب اسم الحساب. بيقولك إذا كنت بحاجة إلى تعديل اسم المدفوع لأمره فيرجى الاتصال بخدمة العملاء. هتكتب بياناتك هنا وتضغط إرسال. كده أضفنا البيانات الخاصة بينا من خلال الفودافون كاش والعملة اللي بنتعامل بيها، ونقدر كمان نعرف بعض التفاصيل عن الموقع زي الاسم الفعلي وبريد الإلكتروني علشان نستعيد الحساب لو وجدنا أي مشكلة عليه في منتهى السهولة. وطبعا احنا دلوقتي هنضغط على محفظة جيب، وعلشان نسحب نضغط على ينسحب. يرجى تحديد التفاصيل. أولا الإعداد، هنكتب هنا الاسم الفعلي الحقيقي الخاص بيك، ونكتب في بريد هنا الإلكتروني هنكتب رقم فودافون كاش الخاص بينا. فنضغط على محفظة الجيب مرة تانية ونضغط ينسحب. طبعا هتلاقي هنا عزيزي المشاهد فائض نقدي ورسوم المناولة اللي هي 0، والحساب الفعلي. طبعا طريقة العرض من خلال فودافون كاش، هتلاقي المبلغ هنا وهتلاقي رقم البطاقة المصرفية. بيقول لك نصائح دافعة. بالنسبة لل VIP 0 التطبيق الناجح، انقر على زر خدمة العملاء في الصفحة الرئيسية. منصة الاتصال خدمة العملاء، مراجعة الحسابات، يرجى الاتصال بخدمة العملاء في الوقت المناسب. ده بالنسبة لل VIP 0. أما بالنسبة لكبار الشخصيات أو أعلى يمكن سحب الحد الأدنى لسحب مبلغ $3. أول سحبة تحتاج إلى تعيين كلمة مرور المعاملات أو إدخال عنوان السحب. فنكتب هنا مبلغ السحب ونضغط على كلمة السر ونضغط إرسال. فإحنا نكتب هنا 2 ونكتب هنا كلمة السر ونضغط إرسال. تم الأمر بنجاح. كده احنا قمنا بعمل سحب بمبلغ $2 على محفظتنا على فودافون كاش بنجاح. طبعا هيوصلنا بعملة الجنيه المصري. وطبعا علشان إتمام عملية إجراء السحب في منتهى السهولة لازم إننا نتواصل مع خدمة عملاء الموقع، واللي هنلاقيهم بضغطنا هنا كده على خدمة عملاء الإنترنت.
طبعا احنا رصيدنا دلوقتي اصبح 0 على الموقع، وعلشان اننا نتم عملية السحب من الموقع لازم نتواصل مع خدمة العملاء عبر الانترنت وتقنية عليهم بالشكل هيقودنا لخدمة عملاء الموقع عبر الانترنت عبر تليجرام، فهنتواصل معاهم وهنكتب هنا اننا قمنا بعمل سحب $2 وعايزينهم يوصلوا لنا على محفظتنا على فودافون كاش. نقدر ان احنا نتكلم معاهم باللغة العربية. تقدر انك تكتب وتقول لقد قمت بطلب سحب من الموقع بمبلغ $2، ترسل الرسالة، وتقدر انك تكتب رقم فودافون كاش الخاص بيك واللي هيوصل له عملية السحب، تكتبها لخدمة العملاء وهم هيردوا عليك خلال 24 ساعة وفي أقرب وقت ممكن بإرسال عملية السحب لمحفظتك على فودافون كاش. فأنا هنتظر رسالتهم لغاية ما يتم السحب من الموقع بنجاح ونوريه لحضراتكم في خلال فيديو اليوم. وزي ما حضرتك شايف عزيزي المشاهد، تم استلام مبلغ 25 جنيه من الموقع، ونروح للموقع نلاقيه بالفعل تم الدفع بنجاح بمبلغ $2. طبعا الموقع بيحصل على $1 لكل عملية دفع بتتم من خلاله، فاحنا اللي وصل لنا على محفظتنا على فودافون كاش 25 جنيه اللي هو يعتبر $1. وبالشكل ده يكون انتهى معانا الفيديو الأول من سلسلة فيديوهات شرح موقع هابي لايك. إلى اللقاء في الفيديو القادم.